طب لماذا لا تضرب إيران؟ لسبب بسيط، لأنه جميع المفاعلات النووية الإيرانية تحت الأرض ومحصنة، وتدرك إسرائيل جيدا بأنها إذا فعلت ذلك سيكون الرد مزلزلا. يا إخوان، إسرائيل حسب التقديرات الغربية ستكون الأكثر خسارة في حال اندلاع الحرب. لماذا؟ لأن إسرائيل أو مساحة فلسطين المحتلة التي قامت عليها إسرائيل محدودة جدا، يعني حوالي 15,000 كيلومتر مربع، 20,000 كيلومتر، لا شيء. وهذه المساحة المحدودة في معظمها بشر، فيها كثافة سكانية غير عادية، فيها كثافة سكانية يهودية غير عادية، أكثر من 6 ملايين أو 7 ملايين يهودي في هذه المساحة الضيقة. أي صاروخ يطلق على إسرائيل سيلحق أعدادا كبيرة من القتلى. عدد اليهود في العالم 16 مليون وهم في تناقص. إذا هذه الضربة حصلت فستكون كارثة على إسرائيل، ستكون دمارا على إسرائيل. فلهذا هم يخشون من هذه القصة. مضافا إلى ذلك، القدرة الردع الإسرائيلية تتراجع، التفوق العسكري الإسرائيلي يتراجع، هذه حسب التقارير الغربية. بمعنى أنه في حرب 2006، حرب تموز 2006، فشلت إسرائيل فشلا ذريعا لأول مرة في حروبها بأن ترسل قوات خاصة خلف خطوط حزب الله، خلف خطوط المقاومة الإسلامية في لبنان، وهذا أدى إلى خسارتها لهذه الحرب. أيضا يا إخوان، حقيقة جديدة، حزب الله يقاتل بأسلحة غربية وليس بأسلحة روسية وبأسلحة إيرانية وبصواريخ إيرانية، وهذا يجعل الفارق كبيرا جدا. إسرائيل لا تعرف كيف تتعامل مع هذا التحول الخطير. أيضا المعلومات الاستخبارية لدى حزب الله قوية جدا، وهذه كلها تعتمد على مصادر غربية. وحزب الله يملك أيضا عملاء استخبارات داخل أو في العمق الإسرائيلي، فإسرائيل تخشى من ذلك. طيب، نقطة أخرى مهمة جدا، أنه الآن المحور المقاومة تفرغ لإسرائيل، مثل ما قال السيد حسن نصر الله في خطابه. السنوات ال7 العجاف التي انشغل فيها هذا المحور في حروب في العراق، في سوريا، حتى في اليمن، هذا المحور الآن أصبح في حل متفرغ بالكامل لإسرائيل. والسيد حسن نصر الله قال هذا الكلام وهو يعني ما يقول، بمعنى أن الآن هذا المحور أصبح يملك خبرات قتالية عالية، تسليح عالي، وبالإضافة إلى ذلك عقول ضخمة تخطط للمستقبل. طيب، الآن إيران تستخدم الأسلوب نفسه الذي تستخدمه كوريا الشمالية. كوريا الشمالية ماذا فعلت؟ صواريخ باليستية